قتيل الغرفة 333. بطولة محمد السبع، كمال ياسين، بالاشتراك مع زوزو نبيل. تأليف ياسين إسماعيل ياسين. إخراج أحمد شوقي. علاء شوف مين يا علاء. حاضر. تلغراف يا بيه. ليه انا؟ ايوه يا بيه. منين؟ من بيروت. وريني كده. متشكر قوي، مع السلامة. الحلاوة يا بيه. هو انا لسه عرفت فيه ايه؟ طب ما تشوف يا بيه. طب خد دول وبلاش غلبة، يلا. مش ممكن، مش معقول. هو ايه اللي مش معقول ده؟ التلغراف. تلغراف من مين؟ من ابويا. طب كان فين من 20 سنة؟ التلغراف؟ لا يا ستي، ابويا. طب وليش عرفني؟ هو انا قلت انك عارفة؟ بحسب. في ايه التلغراف ده؟ عزومة ايه؟ مراكبية؟ احنا هنهزر. عازمني على عيد ميلاده في بيروت. لكن ايه؟ اشمعنى السنة دي؟ ما عزمنيش ليه طول ال20 سنة اللي فاتوا؟ يمكن ما كانش مستقر في مكان. لا يا سهام، التلغراف ده انا مش مطمن له. الله، طب ليه؟ مش جايز يكون عامل لك مفاجأة؟ ده راجل تيجي من وراه كارثة، بلوى، مصيبة. ايه ده بس يا علاء؟ ليه بتحاول تشوه الصورة اللي انا واخداها عن والدك؟ ال60 جنيه اللي بيبعتهم كل شهر. ما هو لو ما كانش ال60 جنيه دول كان زماننا بنفحت من نصه. على العموم الموضوع ده غريب. موضوع ال60 جنيه؟ لا، موضوع ابويا. انا مش شايفه ان في حاجة غريبة خالص. يا سلام، ابويا وما شفتوش من 20 سنة وفجأة الاقيه بيعزمني على عيد ميلاده. الله، والعزومة دي هي اللي محيراك؟ ايوه. ليه؟ لانه راجل ما يهموش حد في الدنيا. لكن انت ابنه. ولو. الله، ما هو مش ممكن. جايز يفتري على اي حد تاني، لكن انت لا. اصلك ما تعرفهوش، انما لازم تروح له. خايف. بيتهيألي ان في حاجة ورا العزومة دي. زي ايه مثلا؟ مش عارف. خلاص روح وانت تعرف. افكر. لا يا علاء، لازم تروح. اولا ده ابوك، ثانيا جايز يكون محتاج لك. حاضر، بس على شرط. هتيجي معايا. مفيش داعي يا علاء. مش هروح من غيرك. حط الصنفة هنا لغاية ما اوصل للريسبشن. فكرة يا استاذ. ما فضلك. صباح الخير. صباح الخير استاذ. والله الاقي عندكم اوضه بحمام؟ اسف جدا، كلهم مشغولين. كله مشغول. طب وبعدين؟ مين اللي انا شايفه ده؟ كمال عاصم. اهلا يا كمال. اهلا وسهلا. انا مش واخد بالي من حضرتك. ابراهيم عبد الفتاح، من زمان قوي. ابراهيم عبد الفتاح. اهلا يا ابراهيم. اهلا. ازيك يا اخي وازاي احوالك؟ انت بتعمل ايه هنا؟ بعمل ايه؟ انا صاحب الاوتيل ده. انت؟ ما طب لما انت صاحب الاوتيل يا اخي، مش تقول لاخينا ده يشوف لي اوضه وحمام؟ ليه، هو ما فيش غرفه في حمام يا مراد ولا ايه؟ ما في غرفة غير اللي اتحجزت امبارح. مين حاجزها؟ خواجه دكتور قرطاس. لا دكتور بلا بتاع، اديها للاستاذ كمال. طيب واذا اجا؟ قول له نتاخر فيها حاجه دي. انا متشكر قوي يا ابراهيم. يا سلام يا كمال. يا ولد تعالى خد شرف الاستاذ كمال وطلعهم في الاوضه بتاعته.
تعال انت بقى معايا نشرب فنجانين قهوة ونحكي حصل ايه في مصر المدة الطويلة اللي فاتت دي. انا تعبتك قوي يا مراد. ما في لا تعب ولا شيء. ميرسي يا مراد. المهم صحتك. صحة ايه بقى؟ ما خلاص. اخدت الدواء قبل الغداء؟ ايوه. مراد ممكن اطلب منك طلب؟ بأمري. لو سمحت تزقلي الكرسي لغاية الريستوران. تكرمي مدام سميرة. وين بتحبي تقعدي؟ على هالترابيزة؟ لا 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 بلاش الترابيزة دي. ليش؟ بلاش اقعد قدام الراجل اللي اسمه كاظم ده، احسن بينرفزني. بتحبي تقعدي هونيك؟ يكون احسن. ما في مانع. هلا منيح هون؟ مراد ما تقعد معايا شوية. كان بدي اقعد لكن انت عارفة ممنوع. طيب يا مراد تعالى لي بعد نص ساعة. وايه اللي جابك هنا في الشتاء ده؟ والله يا ابراهيم بقى انا كبرت ومحتاج لمكان هادي اريح فيه اعصابي. معك حق. 40 سنة خدمة في المباحث والنيابة والتحقيقات، فعلا مكان في الجبل زي ده يريح اعصابك. عشان كده انا فضلت الجبل وعزلته وهدوءه عن بيروت. ان شاء الله تنبسط معانا هنا، ولو ان البرد يعني جامد والتلج اجمد. والله يا ابراهيم البرد والتلج ارحم من الدلسة. معك حق. حاسب الجرسون وحصل لي بسرعة على الأوضة يا فريد. حاضر يا فريد. ايه ده يا ابراهيم ده؟ حصل حاجة ضايقتك؟ لا شفت الراجل العجوز المجنون اللي كان بيتكلم ده؟ شفت عمل ايه؟ ما خدتش بالي. عمل ايه يا اخي؟ كان قاعد يبص لي كده زي ما يكون بيحاول يفتكر شافني فين قبل كده. مش وهو شافك قبل كده؟ والله ما انا عارف. طب ليه حصل كده؟ والله مش ده المهم. المهم انه وهو باصص لي كده بصيت لقيته اتنرفز جدا وسحنته اتقلبت وراح. انت تعرفه؟ ابدا ولا اعرف عنه شيء. حاجة غريبة فعلا. اسمه ايه الراجل ده؟ كاظم شوقي. عارف نازل فين؟ فين نازل؟ في جناح العرايس. نعم. تقول ايه؟ الجناح المخصص للعرسان. انت عايز تفهمني يعني ان الخنصور ده عريس؟ مستحيل. لا لا لا، انما هو طلب ينزل فيه. حاجة غريبة فعلا. تعرف يا ابراهيم منظر الراجل ده مش مريح ابدا، ومع ذلك مظهره يدعو للاحترام. يمكن مظهره الخارجي بس، لكن غير كده انا اعتقد انه يمكن يكون ابراهيم بيك. في كاظم بيك شوقي بيريدك بالجناح تبعه. ليه؟ ما بعرف. روح يا سيدي روح شوف عايزك في ايه وانا هنا مستنيك. ادخل. استاذ ابراهيم. اهلا. ازيك يا فريد؟ اهلا وسهلا. كاظم بيك كان عايزني في ايه؟ معرفش والله يا استاذ ابراهيم، لكن مش عارف ايه اللي نرفزه. هو اتنرفز ليه؟ مش عارف. امال هو فين؟ في اوضه النوم. اتفضل. اللقاء غدا مع قتيل الغرفة 333 مع تحيات سليمان حسين. اهلا استاذ ابراهيم. ازيك يا كاظم بيه؟ حضرتك كنت عايزني؟ اقعد يا ابراهيم. مين اللي كان قاعد معاك تحت دلوقتي؟ ده كمال عاصم، كان من احسن مفتشين المباحث في مصر. انا برضو كنت بشبه عليه. حضرتك تعرفه؟ كنت بشوفه في المحاكم. وحضرتك كنت بتعمل ايه في المحاكم؟ اصل انا كنت غاوي قضايا زمان. مشاكس يعني. لا 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 مش انا. في ناس يا استاذ ابراهيم غاويين جمع طوابع، وناس غاويين كوره، وناس غاويين قضايا يعني بيحبوا يحضروا المحاكمات الكبيرة لقاضي معين مثلا، او محامي بيحبوا يشوفوه وهو بيترافع. انا كنت واحد من الناس دول.
عظيم عظيم. وحضرتك كنت عايزني فيه دلوقتي؟ انت تعرف كمال عاصم كويس؟ ايوه. يعني لك دلال عليه؟ جايز. طيب ارجوك وصلوا الجواب ده. جواب ايه ده يا فندم؟ جواب كاتب له فيه كل اللي انا عايزه منه. وايه المطلوب مني؟ تقنعه باللي مكتوب فيه. حاضر يا كاظم. متشكر يا استاذ ابراهيم. يا ابراهيم كان عايزك فيه الراجل ده. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ انت شايف ايه؟ شايف ايه؟ شايف جواب. خلاص، الجواب ده منه اليك. مني؟ من كاظم. ليا انا؟ ايوه. ابراهيم اتفضل. اما شيء غريب قوي. الراجل ده مجنون 100%. ليه؟ الا ليه؟ وقبل ليه قول لي هو قال لك ايه؟ وليه بعت الجواب ده معاك انت بالذات مع انه كان قادر يبعته مع اي شخص تاني؟ لانه فهم انك صاحبي وممكن اقنعك. تقنعني بايه؟ بالمكتوب في الجواب. وانت عارف مكتوب فيه ايه؟ لا، لكن المفروض انك تقول لي عشان اقنعك. مش لازم تقتنع انت الاول؟ اكيد. طيب اتفضل يا سيدي. كاظم شوقي بتاعكم ده مستعد يدفع لي 300 جنيه في الشهر عشان ابقى الحارس الخصوصي بتاعه. طب ده شيء عظيم. نعم شيء عظيم. ده شيء خبل، شيء اسمه جنان. ليه يا كمال ليه؟ مش بدل ما انت قاعد فاضي. ترى لك ايه انت كمان؟ انا مفتش مباحث يا ابراهيم، انا مفتش مباحث، انا مش مخبر. افهم كده انك مش موافق. طبعا مش موافق. طب وهتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ معاك قلم؟ ايوه يا فندم. اتفضل. الله بتكتب فين ده جوابه؟ ايوه انا عارف انه جوابه. الاستاذ كاظم اسف جدا لعدم قبولي طلبكم لان شكل سيادتك لا يعجبني. ايه ده اللي انت بتكتبه ده؟ اللي انت سمعته. ايوه لكن دي تعتبر اهانه. ما انا عارف. انت هتحصل يا ابراهيم. إيه؟ انت حر. ولد تعالى خد الجواب ده واديه للاستاذ كاظم شوقي في الجناح بتاعه. يا مراد. نعمين فريد بيه؟ كاظم بيه نايم، اي حد يسأل عليه يقول له كده، ما عدا واحد بس. مين هو هالواحد؟ وشو اسمه؟ ابنه علاء، اول ما يوصل اندهني. تكرم فريد بيك. انا في الريستوران. تكرم فريد بيك. انا ركبي ثابت طول ما احنا طالعين الجبل. معلش ممكن تتعودي. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. الاستاذ كاظم شوقي نازل عندكم. ايه موجود هون. نقول له مين حضرتك؟ ابنه علاء. اهلين وسهلين. اهلا بيك. دقيقة واحدة. فريد بيك. ايوه يا مراد. في حاجة يا مراد؟ الاستاذ علاء ابن كاظم بيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. سهام مراد. اهلا. كاظم بيه منتظر حضرتك في الجناح. اتفضل. ادخل. اهلا بابا. اهلا. وحشتني يا بابا، وحشتني قوي. علاء، الحمد لله على السلامة يا ابني. انت اللي وحشتني قوي. بابا اقدم لك سهام مراد. هي دي اللي سمعت عنها؟ جايز يا بابا. تعال يا بنتي، تعال اما ابوسك. اقعدي جنبي هنا. ميرسي يا عمي. اقعد يا ابني، احكي لي.
اخبارك ايه وعامل ايه؟ طيب يا بابا، انزل انا وسهام نحجز اوضه ونطلع لك على طول. اقعد دلوقتي يا علاء، هو انا لحقت اشبع منك؟ ما انا هرجع لك على طول يا بابا. اقول لك سهام تنزل تحجز الاوضه. خلاص انزلي يا سهام احجزي اوضه على ما اقعد مع بابا شويه. اتفضلي انت يا بنتي. حاضر يا عم. ها يا علاء، عملت ايه وقال لك ايه؟ استغفر الله العظيم. مالك؟ حصل حاجة؟ مش قلت لك الراجل ده عمره ما هيعقل؟ طب بس اهدى وقول لي، هو قال لك حاجة ضايقتك؟ امال يعني هيكون ايه غير كده؟ قال لك ايه؟ طلب مني حاجه ما تطلبش. حاجة ما تقدرش تنفذها؟ لا طبعا اقدر، لكن مش ممكن. لاني بحبك وما اقدرش ابعد عنك. ادخل. صباح الخير استاذ كمال. صباح النور يا ابني. ابراهيم بيك بيريدك ضروري بأوضته. كده بدري؟ الساعة كام دلوقتي؟ 9. 9 وابراهيم عايزني ضروري. طب روح قول له يعني هلبس هدومي وجاي له حالا. كمال الحقني يا كمال، الحقني. ايه يا ابراهيم مالك كده؟ اولا اعرفك بالدكتور يحيى. اهلا يا دكتور. اهلا بيك، صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور. انت مصري؟ لا، من القاهرة. معلش الدكتور يحيى يعني بيحب يضحك دايما. معلش. ما فيش حاجة ابدا، يضحك زي ما هو عاوز. ايه اللي حصل بقى؟ ها؟ والحقك في ايه؟ مصيبة يا كمال، مصيبة. ايه مصيبة ايه بس؟ لا مصيبتين. ايوه يا فتاح يا عليم، ايه بس اللي حصل؟ قتيل يا كمال. ايوه قتيل يا كمال. قتيل؟ قتيل فين ده؟ هنا في الاوتيل. مين القتيل ده يا ابراهيم؟ كاظم شوقي. اللقاء غدا. رشاد عبد الرازق هو كاظم شوقي. ايه من امتى الكلام ده؟ بص في الصورة اللي في الكارنيه وبص لوشه. ايه؟ مظبوط، لكن ازاي عرفت قبل حتى ما تبص لوشه؟ ده موضوع قديم بعدين هقول لك عليه، بس ارجوك ده سر، اوعى تجيب سيره لاي حد لغايه ما اعرف الاكل. اذا كنت شايف كده وان ده من مصلحه التحقيق خلاص. فين بقى اداه القتل؟ مفيش اداه قتل؟ ايوه، انما في حاجه تانية. ايه هي دي؟ وريها لي. ادي منديل مكتوب عليه حرف اسم، وكمان ساعة جيب موجودة في جيبه. هي دي؟ ايوه، بص فيها كويس. ايوه مضروبة فيها ضرب السكينة. يظهر لما القاتل كان بيضرب كاظم بالسكينة ضربة منهم جت في الساعة وقفتها على 1:03. اذا ممكن جدا تكون الجريمة حصلت الساعة 1:03. ممكن جدا. وممكن تكون اتحطت في جيب القتيل على سبيل التضليل. برضه ممكن جدا. نعم، يعني قصدي يعني اتخبطت بره ولما دخل وقتلوا حطها في جيبه. كده فهمت. يعني الجريمة جايز جدا تكون حصلت قبل او بعد كده. بالظبط، ده قصدي. اما المنديل فانا اعتقد انه للتضليل. على العموم نشوف في حاجة تانية. ما افتكرش. يبقى نروح لابراهيم ونشوف هنتصرف ازاي. يلا بينا. يا كمال، عرفت القاتل؟ مش بالسرعة دي يا ابراهيم. ليه لا؟
انت كنت من احسن مفتشين المباحث في مصر. اولا لازم نستوجب الموجودين كلهم، نمسك الخيط من اوله. ايوه بس هو فين اوله؟ اوله سكرتير كاظم فريد. ممكن تبعت حد ينده لفريد يا ابراهيم؟ ممكن طبعا. مراد نعم. روح صحي فريد بيه من اوضته، قول له اني عاوز ضروري، لكن اوعى تقول له حاجه. ها تكرم ابراهيم بيه. فريد بيك بالخارج، بقول له يدخل. وانا قلت لك روح صحيه عشان يخرج؟ طبعا قول له اتفضل. اتفضل يا فريد بيك. صباح الخير. يا صباح النور، اهلا وسهلا. حصل حاجة؟ اتفضل استريح الاول. حصل حاجة؟ ايوه حصلت حاجه. حصلت ايه؟ كاظم بيه مات. اذا قدروا يوصلوا له. ايه يا اخويا؟ استنى انت يا يحيى. تقصد ايه يا استاذ فريد؟ اقصد انه اتقتل. مظبوط، لكن ليه فكرة القتل رجحت عندك عن فكرة الموت الطبيعي؟ لان صحته كانت كويسة. طب ودي فيها حاجة مش غريبة يعني، لان مش بعيد ان الانسان يموت وهو ما شاء الله زي فلقة الحيط يا اخي. قبل كل الاسئلة دي كان لازم اسأل سيادتك، انت مين؟ انا كمال عاصم، مفتش مباحث سابقا ومكلف من صاحب الاوتيل الاستاذ ابراهيم بالتحقيق في الجريمه دي لغايه ما يجي البوليس. وده الدكتور يحيى. اهلا وسهلا. دلوقتي انت قول لي الاول، من قرايب القتيل؟ لا، سكرتيره بس. انت اشتغلت عنده؟ من سنة تقريبا. تعرف ايه عنه؟ ما اعرفش حاجة مهمة عن حياته اقدر اقولها. اسمه ايه بالكامل؟ كاظم شوقي شكري. مصري؟ ايوه. منين من مصر؟ ما اعرفش. ايه رأيك فيه؟ اعتقد انه كان بيخجل من ماضيه. له قرايب، اولاد؟ ولد واحد بس موجود معانا هنا في الاوتيل. جه معاه هنا؟ لا مع مراته. امتى ده حصل؟ امبارح. جه ليه؟ كاظم دي عزمه على عيد ميلاده. امتى كان عيد ميلاده؟ النهارده. طب امتى اخر مرة شفت فيها كاظم شوقي؟ امبارح الساعة 10 مساء. ده مؤاخذة كمان. قول لي يا استاذ فريد. ايوه. ما تعرفش اي حاجة عن حياته؟ اعتقد انه سافر هربان من مصر وبعدين ايه؟ جات له جوابات تهديد. قريتها؟ طبعا. امتى وصل له اول جواب؟ من 4 شهور تقريبا. محتفظ بيها؟ ايوه 2 بس. نكون شاكرين جدا لو جبتهم لنا. طبعا اسمكم لحظة. اتفضل يا اخي. ايه رأيك يا كمال؟ ما اقدرش احدد، لسه بدري. قصدي ايه رأيك في فريد؟ مش باين عليه حاجة، لكن قول لي انت ايه رأيك في ابنه؟ ايوه يا استاذ فريد. انت كنت بتحبه؟ لا. ليه؟ ما كنتش بستريح له. قلت انك اخر مرة شفته امبارح الساعة 10. ايوه. كان معاه حد؟ ابنه علاء ومراته سهام، لكن كان متنرفز قوي. عارف ليه؟ اتخانق مع علاء. ليه؟ عشان التركة. تركة دي؟ كاظم بيه اشترط على علاء انه يطلق مراته عشان يكتب له ثروته. وهو وافق؟ لا يظهر انه بيحب مراته قوي. غبي. قلت لي من فضلك اسمها ايه؟ سهام يا فندم. كنت فين من الساعة 1 للساعة 2 صباحا؟ في الصالون تحت. طيب يا استاذ فريد، تقدر تروح اوضتك دلوقتي لغاية ما احتاج لك.
استاذ كمال، نقدر نسألك ايه رأيك في فريد؟ بيتهيألي انه بريء. ايه اللي خلاك تقرر القرار ده بسرعة كده؟ لما سألته ان كان بيحب كاظم ولا لا، قال لي بصراحة لا، وكان طبيعي وما خباش حاجة. لكن برضو زي ما قلت لك قبل كده لسه بدري وما اقدرش احدد مين صاحب المنديل المكتوب عليه حرف اس، مين الست اللي كانت لابسه روب ابيض. هل الجريمة حصلت في الوقت اللي وقفت فيه عقارب الساعة؟ هل القاتل شخص واحد او اكثر؟ مين حط المنوم لكاظم شوقي؟ السؤال الاخير، ايوه، من القاتل؟ اللقاء غدا. السؤال الاخير، مين القاتل؟ كمال بيه. ايوه مراد، في حاجة؟ سميرة عبد الحميد بدها تقابلك. ايوه خليها تتفضل. دقيقة واحدة تزق لها الكرسي. اتفضل. مدام سميرة، انا اسفة اني ازعجتك، ايوه لكن ايه؟ لازم اقول لك. تقولي لي ايه؟ اتفضلي. انا طبعا دريت عليك لاني كنت خايفة. خايفة من ايه؟ من القاتل. في ايه يا مدام سميرة؟ اتكلمي. في حاجة مهمة عايزة اقولها لحضرتك. اتفضلي قولي. القاتل كان في اوضتي امبارح. انت متأكدة؟ افتكر ان ده مش وقت هزار. انا اقصد قصدي شفتيه في اوضتك فعلا ولا اتهيألك؟ شفته. عرفتي هو مين؟ طبعا لا. ليه؟ لان الاوضه كانت ضلمه. امال بتقولي شفتيه ازاي؟ حسيت بيه في الاوضه. في الاول افتكرته كاظم شوقي. ليه كاظم شوقي بالذات؟ ليه؟ لان في باب مشترك بين اوضته واوضتي. بما انك تعرفي كاظم شوقي شكلا، ايه رايك فيه عن كاظم شوقي؟ بخاف منه، يعني فعلا بخاف منه، وعشان كده افتكرت ان هو اللي في الاوضه. طب ليه ما ندهتيش ساعه ما حسيتي ان في حد في اوضتك؟ ما ندهتيش على حد؟ ساعتها الاوضه كانت ضلمه زي ما قلت لحضرتك. علاوه على كده اتسمرت في سريري، ما عرفتش اتصرف ازاي. طب وبعدين ضربت جرس لمراد. اسف يا كمال، يعني حضرتك قدرت تتصرف يا؟ بعد ما اتاكدت انه فاكرني نايمه. طب وبعدين حصل ايه؟ جه مراد وخبط على الباب. الساعه كانت 1:15 تقريبا. ايوه. اتفضلي كملي اتفضلي. اول مراد ما خبط على الباب نورت النور. وشفتيه طبعا؟ لا. ازاي؟ كان اختفى، ولما دخل مراد قلت له. ما دورتوش في الاوضه كده؟ مراد دور، لكن زي ما قلت لحضرتك اختفى. ازاي؟ ما اعرفش. طيب الباب اللي بين اوضتك وبين اوضه كاظم ماله؟ كان مقفول. والله انا طلبت من المناظير اللي بتشتغل في الاوتيل انها تقفله. لكن ما تأكدتيش بنفسك يعني؟ ساعتها كنت في السرير. علاوة على كده الفوطة كانت على الأكرة. ايوه. طب ودي فيها ايه؟ انا فهمت. يعني الفوطة كانت مغطية الترباس، وعشان كده ما شفتيش ان كان الباب مفتوح ولا لا. مظبوط. طب لما مراد دخلك الأوضة قفل الباب؟ ايوه. يا مدام سميرة كان لازم تقولي الكلام ده من الأول. ما انا قلت لحضرتك اني كنت خايفة، لكن قررت لما خرجت من هنا اني اقوله لك، لان ده جايز يكون من مصلحة التحقيق. طيب متشكر قوي يا مدام سميرة، متشكر قوي. تقدري اتفضلي. عن اذنكم. اتفضلي يا مدام سميرة. افندم. في سؤال كده عايز اسأله لحضرتك. اتفضل. هو سؤال غريب لكن معلش.
مش هيكون اغرب من اللي حصل امبارح. عندك روب ستان ابيض؟ سؤال غريب فعلا، انما لا، ما عنديش روب بالشكل ده. الواقع يا مدام سميرة في واحدة ست كانت لابسة روب ستان ابيض دخلت عند كاظم شوقي امبارح، وكان لازم اسألك السؤال ده، لكن بعد ما شفت حضرتك انا اسف. لا معلش، انما الست اللي بتقول عليها دي كانت عند كاظم شوقي في اوضته. انت شفتيها؟ لا، سمعت صوتها وانا في اوضتي. كانت بتتكلم معاها؟ ايوه. الساعة كانت كام؟ مش فاكر. اتخيلتي بالراجل في اوضتك الاول ولا سمعتي صوت الست في اوضة كاظم؟ ها؟ طبعا ما كانش ممكن الست تتكلم مع كاظم وهو ميت. متشكر يا مدام سميرة، متشكر قوي. حد يحب يسأل سؤال تاني؟ لا متشكرين قوي قوي. عن اذنكم. مدام سميرة، أفندم. منديلك ده مش منديل، منديلي مكتوب عليه حرفين ايه. حرف واحد. افتكرت منديلك. لا معلش، ثم انا منديلي اكبر من كده شوية. عن اذنكم. كان لازم نهايته تكون كده يا سهام. لكن انا مش مصدقة. لكن انا مصدق ونص. طيب وبعدين يا علاء في الورطة دي؟ والله ما انا عارف. هنعمل ايه؟ نستنى التحقيق، ولو اني متأكد انهم هيشكوا فيا. عشان وصلت امبارح وهو اتقتل النهارده؟ مش كده وبس، في جزء مهم جدا. في ايه كمان؟ الطلب اللي طلبوا مني عشان يكتب لي ثروته. مين بس هيقول لهم انه طلب منك تطلقني عشان يكتب لك ثروته؟ مين كان موجود معانا في المناقشه اللي دارت بيني وبينه؟ فريد. مظبوط. دلوقتي بقى يا استاذ كمال واحنا لوحدنا كده، تسمح تفهمني موضوع رشاد عبد الرازق ده؟ حاضر يا سيدي، حاضر، بس على مهلك والنبي عليك. حاضر. انا فهمت فيك شويه. انت سمعت عن حادثة اختطاف طفلة اسمها اكرام نظمي شركت؟ نعم. اسم ده ولا فعل؟ امتى حصلت الحادثة دي؟ من حوالي 25 سنة. 25 سنة؟ لا ما كنتش لسه اتولدت. ده عاوزني افتكر حادثة ماليش اي علاقة بيها حصلت من 25 سنة يا راجل؟ لا طبعا ما افتكرهاش. طب ما تزعلش قوي كده، ما تزعلش. طيب اتفضل قول. اسمع يا سيدي. ايوه. رشاد عبد الرازق او كاظم شوقي، ايوه زي ما هو مسمي نفسه، كان خطف بنت. ايوه اللي هي اكرام فركش نظمي. يعني معايا شويه. نظمي اكرام نظمي شركت. ايوه اكرام نظمي شركت. بعد ما خطفها طلب فدية من ابوها. كتير؟ 10,000 جنيه بس. شويه. وبعدين راح الاب ابو البنت الصغيره اكرام لرشاد عبد الرازق ومعاه المبلغ فعلا. لكن ايه؟ اوعى يكون مات. ايه اللي مات؟ امال ايه؟ كان رشاد قتل البنت الصغيره لان ابوها اتاخر عنه دقايق. اعوذ بالله، في ناس بالشكل ده؟ ايوه. اقول لك الحق، اذا كان الموضوع بالشكل ده يبقى يستاهل اللي جرى. مين اللي صرخ يا مراد؟ الصرخه جايه من غرفتها لمدام سميرة عبد الحميد. الحقني يا استاذ كمال. ايه في ايه يا مدام سميرة؟ في ايه؟ السكينة. سكينة؟ فين السكينة دي؟ اهي في شنطتي اللي جنب الباب. دي؟ ايوه. ايه رايك يا دكتور يحيى؟ مفيش شك، هي دي السكينة اللي اتقتل بيها كاظم شوقي. ايه اللي حصل؟ مدام سميرة لقت السكينة اللي اتقتل بيها كاظم شوقي. غريبة. انا خايفة قوي يا استاذ ابراهيم. اطمني يا مدام سميرة، طول ما القضية في ايد كمال عاصم اطمني. طبعا. لكن السكينة ايه اللي جابها في شنطتي؟ اللقاء غدا مع. لقيت حاجة يا دكتور يحيى؟ لا انا لقيت. تعالي يا مدام سميرة. في حاجة تانية؟ قربي يا حضرتك، تعالي. نعم. ما تخافيش. بصي. ايه ده؟
ده زرار بدلة من بدل عمال الاوتيل. مدام سميرة افندم، ما خدتيش بالك من لبس الراجل اللي كان في اوضتك؟ انا قلت لحضرتك اني ما شفتوش انما حسيت بيه. طب شكرا. مساء الخير يا استاذ فريد. مساء النور. اي خدمة؟ حاجة بسيطة اوي، بسيطة خالص. خير. ممكن نفتش اوضتك؟ سيادتك بتتهمني؟ تفتيش اوضتك مش معناه اتهامك. ايوه، امال معناه ايه؟ احنا بندور على روب ستان ابيض. روب ستان ابيض؟ استنى يا استاذ كمال. ايه افتكرت حاجة مهمة نسيت اقولها لك، بس الواضح انك سمعت عنها. قصدك الست اللي كانت لابسه روب ابيض؟ بالظبط. لكن ايه اللي هيجيب الروب الابيض هنا؟ وايه اللي حط السكينه اللي اتقتل بيها كاظم شوقي في شنطه سمير عبد الحميد؟ والله اذا كان الموضوع بالشكل ده يبقى اتفضل. يلا يا يحيى مفتش. شكرا يا فريد. ممكن نشوف جوابات التهديد تاني؟ برضو لو تسمح. حاضر. اتفضل يا استاذ كمال. شوف بيقول ايه. هل تعتقد انك ستهرب من ايدينا؟ واسمع في الثاني بيقول ايه. ايدينا ستصل اليك حتى لو كنت في المناطق النائية. استاذ فريد ممكن تخلي الجوابين دول معانا؟ او تحت امرك. طب مش نفتش الاوضه يا استاذ كمال؟ برضو تسمح يا استاذ فريد؟ حاجة تحير فعلا. زرار بدلة من بدل عمال الاوتيل. المهم ان افتكرته وقع من مراد وهو بيدور على القاتل في اوضة سمير. هو طلع مش من بدلة مراد. امال يبقى من مين بس؟ طب تفتكر ان القاتل لبس بدلة من بدل عمال الاوتيل؟ اكيد عشان ما يلفتش نظر حد له. جايز جدا ان اكون انا شفته داخل اوضة كاظم، لكن لا يمكن يلفت نظري عشان البدلة. ايه صحيت يا ابراهيم؟ لا ما صحتش لاني ما نمتش. ايه يا ابراهيم انت اعصابك تعبانه قوي. انا خد المهدئ ده يهدي لك اعصابك. الجوابين معاك يا كمال؟ ايوه فعلا. ايه رايك في الجواب التاني؟ ده يقول لك ايدينا ستصل اليك حتى لو كنت في المناطق النائية. شفت بقى؟ يعني مش قاتل واحد. ما احنا عارفين ده. انت نفسك قلت ان الجريمة لا يمكن يكون مرتكبها واحد فعلا، لكن في حاجة غريبة لاحظتها انا دلوقتي. لاحظتها فينا يا كمال. في الجواب ده. ايه هي؟ الجواب الثاني اكتر من واحد كتبه. يعني مثلا انت كتبت الالف ويحيى كتب الب وانا كتبت الواو وفلان كتب اللي بعده وهكذا. كمال تفتكر القتلة لسه موجودين في الاوتيل؟ طبعا. هم هيروحوا فين؟ الثلج قاطع الطرق كلها. بقول نقوم نكمل تفتيش الاوض. تيجي معانا يا ابراهيم؟ لا انا همدد هنا لغايه ما ترجعوا. احنا اسفين يا رويدة لكن لازم نفتش. بعرف، ومنشان هيك أنا مستعدة وفاتحة الخزانة ومحضرة شنطتي منشان تفتشوها. ميرسي يا رويدة. شوف انت الشنطة يا يحيى. حاضر. وانا هشوف الدولاب. حاضر. كمان الحق. ايه في ايه يا يحيى؟ ايه في حاجة؟ البدلة. شو والله هيدي ما تبعي وما بعرف شي عنها. والله ما بعرف من اجت. والله ما بعرف شي عنها. اطمني يا رويدة، اطمني انا واثق منك. احنا عارفين انك ما حطيتيش البدلة دي في الشنطة. لكن مين حطها ومنين وصارها؟ اهدي يا رويدة، اهدي. السؤال المهم دلوقتي انت حط البدلة هنا. ممكن في اي وقت تكون انت مش موجودة فيه في الأوضة. اما مين اللي حطها فهي دي المشكلة. فتش البدلة يا يحيى يمكن. كمان ايه؟ مفتاح من مفاتيح عمال الاوتيل. وريني اهو. كويس قوي. ده يفسر لنا السر في ان القاتل قدر يدخل كل اوضه الاوتيل. قصدك دخل اوضه سمير عبد الحميد بالمفتاح ده؟ ايوه، يقدر يدخل اوضه رويدة كمان او اي اوضه يقدر يدخلها بالمفتاح ده، لان ده مفتاح
مفاتيح لكل الاوض. القاتل التاني دخل ازاي؟ ايه يا كمال، عملتوا ايه؟ والله يا ابراهيم حاجه تحير. ازاي؟ كل نص ساعه تقريبا يطلع لنا دليل ضد القاتل، وكل دليل يخلينا نستبعد الدليل اللي قبله. انا اسف يا كمال تعبتك معايا وانت جاي عشان تستريح. لا يا ابراهيم عيب، احنا اخوات. ثم ان غموض الجريمه دي مخليني متحمس لها جدا جدا. دلوقتي يا كمال في حاجتين لو عرفناهم يبقى وصلنا. بس وصلنا لايه؟ لاول الخير. قصدك الست اللي كانت لابسه الروب الابيض الستان؟ وايه الحاجه الثانيه؟ بدله عامل الاوتيل. بدله عامل الاوتيل. وانت تفتكر ان القاتل هيكون عامل من العمال؟ لا 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 طبعا، لان كل واحد من اللي قتلوا كاظم كان لابس بدله عامل من العمال. جاي سرقها؟ لا ما سرقهاش. مش عرفها؟ عرفنا من عمال الاوتيل ان حتى بدلهم اللي بيغيروا فيها موجوده زي ما هي. يعني ما فيش بدلات سرقت من حد؟ تقصد ان القاتل كان عارف ان كاظم راح يجي هنا؟ بالظبط. وفصل بدله زي بدل عمال الاوتيل. انا وصلت النتيجه. الجريمه مدبره من فتره طويله. ما شاء الله. اكيد وبرافو عليك. اكيد كلامك صح يا دكتور يحيى، بدليل الجوابات. لكن مين كان يعرف انه هيجي لبنان وينزل في الاوتيل ده؟ هي دي المشكلة. انا عرفت من كاظم نفسه انه كان نازل باوتيل كارلتون في بيروت، وفجأة قرر انه يجي يستريح هنا. يعني ما كانش حد عارف انه جاي؟ لا. لكن الروب الابيض الستان لقيتوه؟ ما احنا لو كنا لقيناه كنا قدرنا نعرف مين صاحبته. بالظبط كده. كمان ايوه عندي فكرة. ايه هي؟ ايه رأيك لو رسمنا خريطة للدور اللي ساكن فيه كاظم؟ ليه؟ وعشان ايه؟ ازاي؟ يعني لو اترسم مكان كل اوضة في الدور ونكتب على كل اوضة اسم الساكن. اما ليه نعمل كده؟ مش عارف اقول لك. نعمل كده علشان نعرف مين اقرب واحد لأوضة كاظم. يا اخي ما احنا عارفين مين اللي في الدور ومين اقرب واحد ومين ابعد واحد. دي مش مشكلة، لكن اللي محيرني ان كل سكان الاوتيل مصريين. طب ودي فيها ايه دي؟ مش عارف، انما المسألة دي محيراني. عموما معك سيجارة احسن؟ لا ما بستعطاهوش. طبعا اذنكم اروح اوضتي اجيب سجايري. الله، مش معقول. ايه ده تحدي يا جماعة. ايه يا جماعة في ايه؟ شايفين الشنطة بتاعتي فيها ايه؟ مش معقول. ده الروب اللي بتدور عليه. اللقاء غدا. بالظبط. وايه اللي جابه في شنطتك؟ زي ما قلت لكم قبل كده، القاتل بيتحدانا. ايوه بيتحدانا. معقول نلاقي الروب في شنطتي انا؟ ده مش تحدي وبس، ده ذكاء. طبعا لو ما كانش القاتل ذكي كان زماننا عرفناه من زمان. دلوقتي نقدر نقول ان في علاقة كبيرة بين الراجل اللي كان لابس بدلة عمال الاوتيل وبين الست اللي كانت لابسه الروب الابيض. ده صحيح. لكن ازاي الروب وصل شنطتك؟ دخل منين القاتل؟ طبعا من الباب. ازاي كمان اذا كان مفتاح الاوضه معاك؟ بالمفتاح اللي لقيناه في بدلة عامل الاوتيل. فهمت. الجريمة كل شوية تتعقد، ولو اننا بنلاقي كل الادلة لكن مع الاسف مش في مكانها. هي دي المشكلة، مش في مكانها. احنا هنفضل نتكلم واحنا واقفين. ما تقعدوا. ما ننزل اوضتي احسن كمان شوية، لان في حاجات مهمة عايز اكتبها. طب ننزل احنا؟ لا خليكم معايا تساعدوني. حاضر. اديني الورق من جنبك. اتفضل. ادي الورق. نرتب. شوف نكتب امبارح الساعة 8 وصل علاء هو ومراته وقابل كاظم. وحصل
زي ما فريد قال ان كاظم اتخانق مع علاء على الوصية وان طلب منه يطلق مراته. حصل. الساعة 11 راحت رويدة اوضة سمير عبد الحميد. الساعة 12 سمعت سمير عبد الحميد صوت واحدة ست في اوضة كاظم شوقي. جايز جدا تكون الست اللي سمعتها سميرة هي الست اللي كانت لابسة الروب. مش جايز دي فعلا هي. لكن انا عايز اسألك يا يحيى. اتفضل. انت بصفتك دكتور تفتكر ان في واحدة ست تكون ضرباتها قوية بالشكل اللي حصل ده؟ ممكن، لكن في حالات خاصة. زي ايه مثلا؟ الحقد، الغيرة، الانتقام. انا شخصيا ارجح الانتقام. ليه؟ لانه لا يمكن واحد زي كاظم ده حد يحقد عليه او يغير منه. لكن مين دي اللي ممكن تنتقم منه؟ سهام مثلا، مرات ابنه. ايوه، ولو اني لسه هستجوبها اول ما تنزل، لكن في واحد عايز استجوبه لثالث مرة. مين ده؟ فريد. ليه؟ لانه هو الوحيد اللي يعرف اسرار كاظم شوقي، ولازم يكون عارف حاجة عن اللي بيهددوه. انا اسف يا فريد، انا بضايقك بالاسئله. لا ابدا ابدا، انا تحت امرك. المرحوم كاظم شوقي ايوه ما قالكش حاجه عن الناس اللي بيهددوه؟ ما افتكرش. حاول تفتكر يا فريد. مش فاكر. حاول. هو ما اتكلمش معايا في الموضوع ده ابدا، لكن ايوه لكن ايه؟ لكن وصف لي واحد منهم. كويس. شكله ايه؟ قصير وبعدين ومش تخين كمان. وايه كمان؟ صوته رفيع ازاي يعني؟ حريمي تقريبا يعني. طيب يا فريد. ايوه انا متشكر قوي. اي خدمه. تحب لا خلاص هو ده اللي انا كنت عايز اعرفه منك. تقدر تتفضل. شكرا على اذنكم. ايه ده؟ هو ايه اللي انت كنت عاوز تعرفه؟ واحد قصير مش تخين، صوت رفيع، حريم. الله، ماله الاخ ده؟ وريني البدله اللي لقيناها. هي فين؟ اهي. هات كمان الروب اهو مع البدله. والله لايقين على بعض يا استاذ كمال. يحيى دكتور يحيى، مش وقت هزار دلوقتي. اعمل لك ايه يا اخي؟ ما انت حاطط البدله جنب الروب وعامل زي اللي بيوفق راسين في الحلال. يا دكتور يحيى استنى وبعدين معاك بقى. اسكت شويه ارجوك. حاضر بس تسمح تقول لي انت بتفكر في ايه؟ يحيى ابراهيم. نعم. في مشكله جديده ظهرت. هي ايه؟ في خيط جديد ظهر، لكن مش متهيألي ان هو ده اللي هيوصلنا للايات. ايه هو؟ الست اللي كانت لابسه الروب هو الراجل اللي كان في اوضه سمير عبد الحميد. مش فاهم. فريد قال ان الراجل اللي كان خايف منه كاظم رفيع وقصير وصوته حريم. ارجوك توضح لي اللي انت بتقوله، يعني انا في بعض الاحيان ببقى غبي. ده دليل الذكاء. حاضر هوضح لك. يعني ليه ما تكونش الست صاحبة الروب هي الراجل؟ وعشان تكون المسألة واضحة لكم اكتر، جايز جدا تكون الست اتنكرت ولبست البدلة واصبحت راجل، والراجل لبس الروب الحريمي ده وبقى ست. صح. مش بقول لك ليه انا ذكي. تقصد ان الاثنين شخصية واحدة؟ ايوه والله انا دلوقتي امنت ان كل شيء جاي. لكن انا دلوقتي بعترف اني فشلت. ليه بتقول كده بس يا كمال؟ الجريمة دي كل 10 دقايق بتتعقد. بصراحة يا ابراهيم انا زهقت منها. انت لسه قايل ان غموض الجريمة دي هو اللي محمسك. ايوه بس مش للدرجة دي بقى. نحلها على مهلنا. انت قلت ان القاتل جايز يكون ابنه علاء، سهام، وجايز يكون حد تاني. ايوه في جوابات تهديد وصلت لكاظم من 4 اشهر.
معايا الجوابات. في شخصية واحدة قدرت تخدعنا وتخلينا نفتكر انها شخصيتين. دي حاجة اكتشفناها بعد فريد ما قال لنا. بس انت كنت متوقع. ايوه كنت متوقع. تبقى ما فشلتش يا كمال. كده لازم استريح بقى شوية. ادخل. صح النوم استاذ كمال. ميرسي يا مراد. ايه الاخبار؟ الطريق سالك هلا، لكن التليفون والبرق والتلغراف بالمساء. عايزك اول ما يصلح التلغراف تبعت لي التلغراف اللي هديهولك ده على القاهرة. تكرم كمال بيك. ايه كمان نمت كويس؟ انام كويس ابدا، معرفش انام. قعدت افكر لغايه ما وصلت للحل. يمكن. هو ايه؟ بعت تلغراف لزملائي في مصر. ليه يا كمال؟ قلت لهم يبعتوا لي كل حاجة عن الجريمة اللي اتهم فيها رشاد عبد الرازق من 25 سنة. ايوه بس تفتكر هيقدروا يعرفوا كل حاجة؟ كل حاجة مدونة ومثبتة في اوراق وملفات ودوسيهات موجودة في الارشيف. ايوه بس تاخد وقت يعني. وتفتكر ممكن نوصل لحل؟ انت مش ناوي تستجوب ابنه؟ طبعا يا مراد انده لي علاء والست بتاعته سهام. مين علاء وسهام؟ مش عارف علاء وسهام؟ ابن كاظم شوقي ومراته. ايه افتكرت. اللقاء غدا. طب علاء انا اسف في زحمة التحقيق، يعني نسيت اعزيك. البيع في حياتك يا استاذ علاء. حياتك ازاي؟ امال فين مدام سهام اعصابها تعبانه. انا اسف لان الظرف غير مناسب عشان اتكلم معك عن المرحوم والدك. ليه؟ دايما فترة الحزن بتبقى صعب شوية. حزن؟ مين قال اني حزين؟ يعني انت مش زعلان؟ لا طبعا. غريبة. ابويا عمره ما كان اب يا استاذ كمال. كان سبب موت امي بتصرفاته البشعة. سابني وانا عندي 15 سنة ومحتاج له يقف جنبي. انت عندك كام سنة؟ 35 سنة. يا سلام، يعني سابك من 20 سنة؟ ايوه. كان فين؟ معرفش اي حاجة عنه طول الفترة دي، وفجأة عزمني على عيد ميلاده. انت اتخانقت مع والدك اول ما وصلت؟ ايوه. ليه؟ عايزني اطلق سهام. وانت بتحبها طبعا. ما اقدرش استغنى عنها. وعشان ما تقدرش تستغنى عنها تقوم تقتل والدك؟ ايوه. يعني انت تعترف بايه؟ بانك قتلته؟ مين قال اني قتلته؟ انت. ده مش اعتراف. مش فاهمك. انا فعلا كنت هقتله، لكن للاسف واحد تاني سبقني. فهمت. يعني انت كان ممكن تقتله؟ اكيد. اسمك ايه بالكامل؟ علاء رشاد. ايه مالك؟ سكت ليه؟ لا ابدا. طب اسمك بالكامل لو تسمح؟ علاء كاظم شوقي. انت معاك باسبور؟ طبعا. طب بدل ما اقول لك قوم هاته قول اسمك الحقيقي. لكن انا انت اسمك علاء رشاد عبد الرازق. ليه ما قلتش اسمك الحقيقي؟ هو طلب مني اقول الاسم ده. انت اما وصلني التلغراف. ليه؟ مش عارف. طب ممكن تكتب لي عنوانك في مصر اذا سمحت؟ اكتبه فين؟ في الورقة دي. حاضر. شكرا. انت اشول؟ ايوه. استاذ علاء، كل الادلة او معظمها ضدك. ضدك انت ومراتك. عايز تقول ايه؟ وصولك امبارح، خناقتك مع والدك. انا اكتشفت دلوقتي انك اشول. والمنديل. منديل ايه؟ المنديل ده مش بتاع مراتك؟ ايوه فعلا.
ايه اللي وداه اوضه والدك؟ مش عارف، لكن جايز تكون نسيته لما كنا عنده في الاوضه. انت كنت عنده في الاوضه ساعه ما وصلنا طلعنا له. سهام هانم مالها؟ كانت معاك؟ اعتقد ان حضرتك عارف انها كانت معايا. طب نزلتوا سوا بعد المناقشه اللي حصلت مع والدك؟ لا، كان والدي عايزني لوحدي وهي اللي نزلت، ودي حاجه انت عارفها. مين كان معاكوا بعد سهام هانم ما سابتكوا؟ فريد سكرتيره. لكن يا استاذ كمال، ممكن ارجوك يا استاذ علاء ممكن تهدى شويه؟ انا معلش انا مقدر موقفك. اذا كنت مقدر موقفي يبقى مفيش داعي للاسئله اللي حضرتك عارف اجوبتها. علاء يا فندم، ارجوك لازم تساعدنا، او على الاقل تحاول تثبت ان مالكش علاقه بالجريمه دي. وبعدين يا كمال؟ مش عارف ازاي يا كمال، ده انا معتمد على الله وعليك. لازم تتصل بالبوليس، لكن لو استمر الحال على كده لازم تستعين بيهم. هو صحيح ان احنا كان لازم نستعين بيهم من الاول، لكن انا عارف كمال كان لازم. ده مظبوط، لكن انا مش عايز ابراهيم يزعل مني. اعتقد ان التحقيق لو تم بواسطة البوليس واستعمل الشدة مع كل الموجودين هيوصلوا لنتيجة اسرع. اعتقد ما كناش هنوصل لنتيجة. اعمل اللي انت عاوز تعمله يا كمال. انا بقول نستنى لغاية ما يوصل اللي انا طلبته من مصر. ايه اللي طلبته؟ معلومات. تفتكر هتوصلنا لحاجة زي ما قلت؟ انا متأكد لان الجريمة دي لها جذور قديمة قوي يا يحيى. يعني علاء ملوش دخل؟ لا، لكن انت قلت ان علاء اتنرفز جدا. ايوه، انما مش معنى انه اتنرفز يبقى متهم. ادخل. مساء الخير يا مدام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. ميرسي يا مدام. مدام سميرة، انا كنت عايز اعرف شوية معلومات جايز تفيدنا. انا اللي عايز اقول لك على حاجة لكن مهمة الاول. حاضر، اتفضلي. خير ان شاء الله. ما افتكرش انه خير. انا عرفت ان فيه واحد قصير مش تخين صوته حريمي بيقولوا ان هو اللي ايوه مظبوط يا مدام. وسمعت انكم لقيتوا بدلة من بدل عمال الاوتيل. ايوه فعلا. الراجل اللي بتقولوا عليه ده قابلني. يا فندم قابلك فين يا مدام سميرة؟ اقول لحضرتك، بعد الغدا وانا راجعه الاوضه اتخبط فيا عامل من عمال الاوتيل. اوصافه نفس الاوصاف اللي قلتوا عليها. وبعد ما اتخبط فيا اعتذر لي وكان صوته رفيع حريمي يعني. طب يا مدام انت ما قلتليش الكلام ده ليه؟ انا كنت هقوله لك لكن انت سبقتني وجيت. ايوه طيب، عايز اسال حضرتك يعني لما كنت راجعه ايه مالك بتبص على ايه؟ انا بقول لك بتبص على ايه؟ لا ولا حاجه. مدام سميرة. نعم. مدام سميرة، ممكن اقعد ادردش معاكي شويه ونشرب فنجانين شاي؟ قوي انا عاوز شاي. اتفضل فنجانك يا استاذ كمال. اتفضل يا دكتور يحيى. ميرسي قوي. وقفت ليه؟ اصل انا من النوع اللي يحب يدردش وهو بيتمشى. سيبه على راحته. طيب يا سيدي اتمشى، سيبه على راحته. ايه رايك يا مدام سميرة في ابن كاظم شوقي؟ مين ده؟ علاء. انا ما اعرفوش. تفتكروا يعني انه لما اتخانق
انا اسف يا مدام اللي في فنجان الشاي وعامل ايدي غصب عني. انا اسف جدا. خليكي مستريح. احب ادردش وانا بتمشى. فالح يا اخويا. فين بقى يا يحيى؟ خلاص خير ما حصلش حاجه يا دكتور يحيى، بس من فضلك ناولني الفوطه اللي على السرير. حاضر اتفضلي عن اذنك. وابقى انا ابقى اجي لك بقى في وقت ثاني. انا اسف جدا للي حصل. اللقاء غدا مع قتيل الغرفة 333 مع تحيات سليمان ادخل. مساء الخير يا مدام. اهلا وسهلا. اتفضلوا استريحوا. ميرسي يا مدام. مدام سميرة، انا كنت عايز اعرف شوية معلومات جايز تفيدنا. انا اللي عايزه اقول لك على حاجه لكن مهمه الاول. حاضر اتفضلي. خير ان شاء الله. ما افتكرش انه خير. انا عرفت ان فيه واحد قصير مش تخين صوته حريمي بيقولوا ان هو اللي ايوه مظبوط يا مدام. وسمعت انكم لقيتوا بدله من بدل عمال الاوتيل. ايوه فعلا. الراجل اللي بتقولوا عليه ده قابلني. يا فندم قابلك فين يا مدام سميرة؟ اقول لحضرتك بعد الغدا وانا راجعه الاوضه اتخبط فيا عامل من عمال الاوتيل. اوصافه نفس الاوصاف اللي قلتوا عليها. وبعد ما اتخبط فيا اعتذر لي وكان صوته رفيع حريمي يعني. طب يا مدام انت ما قلتليش الكلام ده ليه؟ انا كنت هقوله لك لكن انت سبقتني وجيت. ايوه طيب عايز اسال حضرتك يعني لما كنت راجعه ايه مالك بتبص على ايه؟ انا بقول لك بتبص على ايه؟ لا ولا حاجه. مدام سميرة. نعم. مدام سميرة، ممكن اقعد ادردش معاكي شويه ونشرب فنجانين شاي؟ قوي انا عاوز شاي. اتفضل فنجانك يا استاذ سمير. اتفضل يا دكتور يحيى. ميرسي قوي. وقفت ليه؟ اصل انا من النوع اللي يحب يدردش وهو بيتمشى. سيبه على راحته. طيب يا سيدي اتمشى. سيبه على راحته. ايه رايك يا مدام سميرة في ابن كاظم شوقي؟ مين ده؟ علاء. انا ما اعرفوش. تفتكروا يعني انه لما اتخانق انا اسف يا مدام اللي في فنجان الشاي وعامل ايدي غصب عني. انا اسف جدا. خليكي مستريح. احب ادردش وانا بتمشى. فالح يا اخويا. فين بقى يا يحيى؟ خلاص خير ما حصلش حاجه يا دكتور يحيى، بس من فضلك ناولني الفوطه اللي على السرير. حاضر اتفضلي عن اذنك. وابقى انا ابقى اجي لك بقى في وقت ثاني. انا اسف جدا للي حصل. ايوه معلش المره الثانيه يبقى يقلب عليك قهوه يا اخي. اتفضل. ايه يا كمال مالك؟ كل ده علشان دلوقتي عليها كوبايه شاي؟ حصل حاجه ضايقتك يا كمال؟ اولا ما فيش واحد قصير مش تخين وصوته حريمي. نعم. يعني كل الكلام ده كلام فارغ. الشخصيه دي اخترعها القاتل. جاي. وكنت بتبص على ايه بقى في اوضه سميرة؟ على الاكرة والترباس. اكيد في حاجه لفتت نظرك. طبعا. انتوا فاكرين لما سميرة عبد الحميد قالت ان رويدة ما قفلتش الترباس وانها ما قدرتش تتأكد لانها كانت نايمة في سريرها وان الترباس تحت الاكرة والاكرة كان عليها الفوطة؟ يعني الفوطة مغطية الترباس. فاكرين؟ مظبوط. لا يا ابراهيم لا. الترباس فوق الاكرة. يعني ما فيش حاجة مغطياه. يعني ايه ده بقى؟ يعني بتكذب واللي تكذب في حاجة
هايفة زي دي ممكن تكتب في أكبر منها. فريد ما قالش على الراجل القصير أو صوت حريمي إلا بعد فترة طويلة. وسميرة هانم اللي عاملة نفسها مسلولة اتضح لي زي ما شكيت إنها مش مسلولة، لأني تعمدت إن أنا أدلق الشاي على رجليها. فعلا يا كمال، ازاي انا ما لاحظتش؟ رجليها اتحركت والمسؤول ما بيحسش. إبراهيم اللغز ده يتحل. اطمن خلاص. والله ما انا فاهم حاجة. الأدلة موجودة ضد القتلة بس مش كافية، لازم نستعمل الشدة. مين هم يا كمال؟ هنعرفهم في الوقت المناسب. اللهم صل على النبي. يحيى تعالى معايا الأوضة فوق. طيب. وانت يا إبراهيم نعم. انزل انت الريسبشن. ليه؟ في طرد جاي كمان. ها طرد ايه؟ طرد في الفلوس يا اخي. واحنا على الهزر يا اخي. يا اخي استنى يا يحيى. طيب استنى. هو جواب. الطرد اللي جاي عبارة عن جواب وعايزك انت اللي تستلمه وتبعته لي مع مراد. ها ما فيش اي شيء غير الجواب؟ في يا سيدي في واحد عسكري. ايه كمان في ايه؟ خد يا يحيى اقرا الورقة دي اللي جات لي في الظرف اللي جاني من مصر. مكتوب فيها اسامي المتهمين والشهود في قضية خطف البنت الصغيرة اكرام نظمي. ورينا. رشاد عزت عبد الرازق. هو القتيل بتاعنا كمان شوقي. هدى ابراهيم محمد عبد الفتاح. ابراهيم محمد عبد الفتاح. ايوه ايه ده؟ ابراهيم محمد عبد الفتاح صديقنا. هو القاتل الحقيقي ومدبر الجريمة. وهدى دي اللي جه اسمها تبقى بنته. ابراهيم عبد الفتاح اللي هو صاحب الاوتيل. أيوة. معقول؟ ايوه انا مش فاهم حاجة ابدا. افهمك. انا فكيت في ابراهيم لما قال لي ان اساك التليفون عطلانه. طب ما هم كانوا عطلانين فعلا. لا ابراهيم هو اللي عطلهم بمزاجه واقنع العمال اللي عنده انهم هم كمان يقولوا كده. لكن ايه دخل سميرة عبد الحميد وفريد؟ هقول لك. اقرا اسامي الشهود. اقرا يا سيدي. ابراهيم محمد عبد الفتاح. فريد كامل ابو المحاسن سكرتير القتيل بتاعنا. سميرة عزت عبد الحميد. ايه بقى اللخبطه ده؟ استنى. سميرة تبقى مرات ابراهيم. وهدى زي ما قلت لك تبقى بنت ابراهيم. هدى كان بتشتغل عند اكرام شركة البنت اللي خطفوها دي دادة ليها. بعد البنت ما اتخطفت البوليس اعتقل الدادة دي كانت بنت ابراهيم، كانت بريئة وانتحرت في السجن. فهمت؟ يعني قاضي شوقي كان السبب في موت هدى لكن بطريقة غير مباشرة. طب وفريد كان يبقى خطيب هدى بنت ابراهيم وسميرة. شوف ازاي عايز تقول ان الجريمة مدبرة من مدة طويلة. ايوه فريد فضل يدور على كاظم وقدر يقنعه لما لقاه انه شغاله عنده. وفعلا اشتغل. فضل معاه لغاية ما جرجره على هنا واتنفذت الجريمة. صار بايت قديم من 20 سنة او اكثر. وقدروا بالطريقة دي ابراهيم وسميرة وفريد ياخدوا طارهم من كاظم هنا في الاوتيل ده. وهتعمل ايه دلوقتي؟ ادخل. كمال بيك البوليس حضر. طيب انا جاي يا مراد. وحياتك تقول للاستاذ ابراهيم يحضر لي فاتورة الحساب واول ما يسلمها لي قول له هسلم القاتل للبوليس. قدمنا لكم قتيل الغرفة 333 تأليف ياسين إسماعيل ياسين. قدمها لكم محمد السبع، كمال ياسين، سمير عزيز، عبد المنعم أبو الفتوح، جلال توفيق، محمد ولاء الدين، فريدة مرسي، جبر عبد المنعم، إبراهيم بعلوشة، حسن حمودة، بالاشتراك مع زوزو نبيل. تسجيل ومونتاج عبد العال هلال، فخري سعيد. موسيقى ياسين إسماعيل ياسين. قتيل الغرفة 333. إخراج أحمد شوقي.